عارفين ايه هو اخبث شعور؟ ان صح التعبير، يعني مع اني مش بحب ادي المسميات دي، بس عايزة اوصل الفكرة. اخبث شعور ممكن يتحول بعد كده وكأن بذرة صغيرة اتحولت لشجرة كبيرة من مشاعر حقد وغضب وكراهية، وانت مشاعر لا تعير لها بالا، وكأنك مش مديها اي اهمية، وكأنها هي اصلا مش مهمة في حياتك. لو تعمل بوز للفيديو وحاول تفكر كده، ايه هو ممكن الشعور اللي يتحول لكراهية وغضب وحقد دفين؟ الشعور ده هو الاستياء. على قد ما هو انت شايف ان هو بسيط، انا متضايق مثلا من المدير بتاعي، انا متضايق من ابويا، انا متضايق من امي شوية، انا متضايق من الموقف الفلاني، من الشخص الفلاني. فانا راكمت الشعور ده جوايا، ومرة ولا مرة ورا مرة ولا ورا مرة. هيحصل ايه؟ هيحصل تراكمات كتير جدا، فالشعور ده مع الوقت هيتحول لانك انت غضبان جدا من الشخص ده، حاقد عليه، كارهه. كم مرة حصل لك انك انت كنت متضايق من شخص طول من تصرفات شخص كنت بتحبه، ومع الوقت انت قطعت علاقتك بيه من كتر ما انت بقيت كارهه او انت مش قادر تتعامل معاه. لو احنا كنا عبرنا عن مشاعر الاستياء دي، عبرنا عن الشخص او وقفناه عند حده، او قلنا له ان الطريقة دي مش بتعجبنا، او التصرف ده بيضايقني، لكن هو الفكرة ان انا بيضايقني فنسيت الموضوع، كبرت دماغي، مش مشكلة. فالموضوع اتراكم اتراكم اتراكم، فحصل ايه؟ حصل ان هو زاد جدا، وجذب كل الافعال والاشخاص والاحداث اللي بتؤكد هذا الشعور. فهتحس انك انت في حالة انك انت متضايق ومستاء طول الوقت، حاسس انك انت مش مبسوط وانت مش عارف ليه. وكمان ان هي بتتحول، يا ريتها هي بتفضل كده، بس بتتحول بالنسبة للاشخاص او الافعال او الاشخاص او الحدث، لانك انت كارهه جدا، وانك انت حاقد عليه، او انك انت غضبان منه بشكل كبير جدا. فالفكرة فين؟ الفكرة ان احنا نتعلم نعبر عن مشاعرنا علشان ما تتراكمش وتتحول بعد كده لشيء اكبر سلبية ومؤذي اكتر كمان. او اتعلم انك انت تتقبل مشاعرك وتتفهمها، وانك انت تعبر عنها، وانك انت تحررها. يعني اول باول كده، علشان ما يبقاش الخزان مليان، وان يبقى مليان مشاعر سلبية وحاجات تأثر على حياتك، وانت في الاول حاسس انها تافهة جدا وانت مش مديها اي اهمية، بس هي اتحولت لانها اثرت على حياتك كلها بشكل سلبي. وبس كده، شكرا جزيلا.